سلام البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. اليوم من العنوان ديال الفيديو جيت ندير الروتين ديالي ديال الحمام المغربي. غندير كل ما الوصفات اللي كندير من الدخله ديال الحمام حتى تبغي تخرجي من الحمام. وصفات الشعر، الجسم، كاع الوصفات اللي كندير في الحمام ديالي والروتين ديالي في الحمام المغربي والاسرار ديالي في الحمام المغربي غنتقاسمهم معكم اليوم. نبداو البنات باول وصفه على بركه الله. بالنسبه للوصفه الاولى البنات ديال الا عاد دخلتي للحمام، اول حاجه السطل ديالك غتدي معاك الورد اللي غتاخديه عند العطار يكون جديد، ورد كما هو، ما غير تحيدي ليه ديك العروش ديالو. غتعمري السطل ديالك، غترمي فيه داك الورد باش ديك الريحه، تشمي الريحه ديال الورد في الدخله ديالك باش تحسي بانك تحسي بالاسترخاء. ومن بعد غتصاوبي الخلطه ديالك اللي هي عباره على حنه، فيها حنه. هاد الخلطه فيها الحنه وفيها الخزامه مطحونه وفيها الورد مطحون. وبالنسبه للصيف كندير الحنه والخزامه والورد فقط. اما في وقت الشتاء كتزيدي معلقه ديال السكنجبير وكتزيدي معلقه ديال القرنفل كلهم مطحونين، كتزيديهم لهاد الخلطه هذه رائعه. كديريها مع الدخله ديال وكتزيدي ليها الصابون البلدي، كتزيدي الصابون البلدي ديالك وكتزيدي الخميره. علاش البنات الخميره مع الصابون البلدي وهاد التخليطه اللي قلت لكم؟ اولا الخميره كتساعد بان دغيا الوسخ كيخرج وكتبيض الجسم. كتزيدي مع الخميره، ندير الخلطه ديالي وكتزيدي الماء لهاد الخليط. هذه رائعه. بالنسبه الوصفه الثانيه البنات، بالنسبه للبنات اللي ما كيصبغوش شعرهم، هذه وصفه كدار قبل ما تمشي للحمام. هذه خليتها الوصفه الثانيه لان بالنسبه للحمام اللي هو تمشي للحمام عادي، الناس اللي هما كيصبغوا شعرهم وهذا تيسبقوا ديك الوصفه. هذه بالنسبه اللي ما كيديرش الصباغه لشعره وكيفضل الوصفات الطبيعيه. هذه وصفه ديال الشعر غديريها قبل ما تمشي للحمام بساعتين، غديريها لشعرك. هذه الوصفه كتكون من الحنه، فيها الحنه، فيها قشور الرمان، فيها القرنفل، فيها الخزامه، فيها الورد، وفيها ذكرت الحنه على ما اظن الحنه. المهم هذه الوصفه هذه غزاله للشعر. اولا كتقويه وكتعالج الجلده ديال فروه الراس، وكتدير واحد اللون غزال اللي هو اكاجو. ولكن هذا اللون كديرو من بعد ما كديريها ديمان. هذه كنديرها كل مره كنمشي للحمام. بالنسبه لنا كنهضر على الروتين ديالي انا، كل مره غنمشي للحمام المغربي اللي هو كتمشي ليه الا كنتي في المغرب نورمال مره في السيمانه راه خصك تمشي للحمام مغربي. هذه الوصفه رائعه حتى هي. كديريها مع 2 معالق ديال الحامض، عصير الحامض، عصير الليمون بالنسبه للناس ديال الشرق. من بعد ما كتشيلي لي شعرك من الحنه، الوصفه اللي كندير اللي هي كنغسل بها شعري هي الشامبوان مخلط مع الغاسول البنات. هذا كتحسي بشعرك بحال الا درتي ليه الديميلور رطب. كديري ليه الغاسول اللي هو هكا، كديري نورمالمون انا كندير معلقه وحده كتكفيني. هذا هو الخليط اللي كنغسل به شعري مع الشامبوان. هذا كيولي الشعر تبارك الله كتغسليه وحاسه بانه كأن داك الغسول كيرطبو. هذه خلطه رائعه بالنسبه اللي عنده الشعر شويه حرش. يستعمل الشامبوان دائما يخلطو مع الغسول منين يبغي يغسل شعره. ندوزو للوصفه ديال الوجه اللي غديري قبل ما تشللي وديري الصابون ديالك. كديري الماسك لوجهك اللي هو ندوزو نوريكم المقادير ديالو. بالنسبه لبنات الماسك ديال الوجه كنستعمل في الحمام دائما، هذا كنستعملو فقط في الحمام. كنستعمل الغسول الابيض اللي هو غسول طبيعي مغربي راه كيتباع في هاد البواطات. وكنستعمل العكر الفاسي اللي هو ضروري يكون ما يكونش مزور. هذا العكر الفاسي اللي هو الطبيعي راه تيكون بحال المعدن، فيه هاد الحبيبات هادو اللي كيبريو بحال المعدن. وكندير معاه الورد، مع الورد. هاد الوصفه رائعه. كتحيد لي بوين نوار وكتصفي الوجه، كتطبقيه على وجهك وكتخليه 5 دقائق غير ينشف. المهم تخليه ينشف في الوجه ديالك وتغسليه. كنتمنى انكم تستافدوا من هاد الوصفات ويعجبوكم. الى عجبكم الفيديو ديروا ابوني وتقاسموا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم.
واللي عندها شي وصفه تكتبها ليا في بلاصه التعليقات ونستافدوا من بعضياتنا. شكرا البنات، السلام عليكم.